أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم اعطينا خير هذا اليوم خير ما فيه. اليوم اختي نهار جديد، فيديو جديد، نتمنى ندوز بخير وعلى خير. هنا كما كتشوفوا عندي واحد ايفيرمون في واحد ليكول ديال لا كويزين. اليوم ان شاء الله غيكون عندنا الاختبار النهائي. وهنا كان الصباح كنوجد هكا حويجاتي. انا صراحه كنت حايره بين جوج هاد لونسومبل. المهم اختاريت هنايا نحطهم بجوج باش نشوف. في الاخر اقتنيت بوحده وكنت حاطه هنا الطابليه وحده في النواغ وحده في الابيض. وهنا كنت كنوجد هكا الميك اب ديالي كيكون خفيف، غادي نديروه ان شاء الله هكا غير في النيود. صافي اختاريت هنا اللبسه اللي فيها الغوز، وهكا الشوميج اللي كاينه في الابيض. هذه هي اللي اختاريت في الاخير. صراحه كان بارده مع هاد السوياك، وهذه هي لي صوندال اللي خديت. صافي هنا راه كانت 8 تاع الصباح، لان عندنا لي فيلمون مع 9 خصنا نكونوا في السونتر، يعني واجدين قبل ما يجي هكا لي شاف ولا تكون اللجنه. يعني حنا كنكونوا حاضرين طبيعه الحال قبل. صافي هنا كنت غاديه في الطريق ان شاء الله. اختي هنا وصلنا للسونتر اللي تاع الرباط اللي كاين في المجد. مهم هذه هي البوفي اللي وجدنا. درنا هكا لي بلاطو فيهم ميني سواري، بلاطو تاع الشوكولا، والبلاطو الاخر اللي فيه هكا فيه ميني بتي بان ميني شنيك اللي كيكونوا هكا بالكريم شوكولا. مهم هذه لونطري هي كانت على هذا الشكل، عاد زياده على لي كادو ديال الكادو تاع الشاف. وخدينا هكا الماء والعصير بطبيعه الحال اللي محمد اللهم عجل. هنا كنحاول ندير لكم واحد الدويره خفيفه على لي بلا بعد ما درنا هكا. درنا تيراج يعني سيمانه قبل، يعني كل وحده شنو جاها داكشي اللي جاها غادي ديروا هكا في البلا. صراحه كل وحده شنو جاها. يمكن نحاول نصور لكم هكا البلون ديال الطرافاي اللي حطينا فيه هكا لي ناب، وقدينا هكا لي سيرفيس والكويسات ولي فورشيت وداكشي كامل اللي غادي نحتاجو. وعاد حطينا هكا لي بلا بعد ما اتفق الجروب ديالنا كامل انه شنو غادي ناخدو هكا في البوفي شنو غادي نقادو. يعني كيكون داكشي كيمشي مع الجروب شنو غادي ناخدو باش يكون كلشي هكا اونصومبل ويكون تفاهم في الجروب. صافي هنايا حاولت ندير لكم واحد التصويره على لي بلا كاملين. صراحه كل واحد شنو كان جاب وشنو جا هكا في سميتو في التيراج ديالو. هنا ما شاء الله كانت واحد اللوحه فنيه ما شاء الله علينا كاملين. مدى زعام كامل طبيعة الحال ديال المجهود ديال الشاف وديال المتدربين. هذه هي النتيجة أو الاختبار النهائي اللي تعكس المرآة ديال كل وحده وشنو وجدات. وطبيعة الحال مازال كنتعلموا من الأخطاء ديالنا. حاولت إن شاء الله هذا العام كما شفتوا يعني وظفت فيه هذه الهواية اللي كانت عندي، يعني واخا باقين هكا كنتعلموا حتى شي واحد ما تزاد معلم. درت هكا التكوين ديال الطبخ المغربي والعالمي باش كنزيدو نكتسبوا مهارات وخبرات اكثر، باش يكون كل شيء ان شاء الله يستفد. وهكا كنكون كل واحد شاف في المنزل ديالو او كيطور من نفسه باش كيخرج هكا لسوق الشغل او هكا كيخدم به كل واحد شنو بغى. هنا كنحاول نقربكم لي بلا. هذه هي النتيجه ديال المتدربات والعضوات ما شاء الله علينا كاملين. وشكرا للشيف زهرة على المجهودات ديالها. مهم انا بالنسبه ليا كان جاني واحد الكيك رائع ديال اللوز والتمر، وكاين اللي جاتو هكا بسطيله تاع الدجاج تاع الحوت الكبسه لي سلطه. وهنايا كان هذا الكسكسو تاع التفايه. المهم كان كلشي ما شاء الله كان زوين. وخدينا واحد الصورة جيدة لأن هذه هي النتيجة اللي كنت بغات تشوف الشيف. قالت لنا هذا هو أكبر كادو أنني كنشوف هذه اللوحة الفنية، يعني المجهودات ديالي أو التعب أو أي جهد راه ما مشاش غير هكاك. هذه كيفرحنا. وهنا كنا صايبنا لي كاتالوج يعني الكتاب كل واحد خاص بها بالدروس اللي قرينا طويلة السنة. وهذه كانت محنشة تاع اللوز بالبخاليني. وهنا كانوا بسطيله كما قلت لكم كاينه الكبيره كاينه الصغيره. هنا كاين الكوردوني بلو يعني بزاف. وهذه كانت واحد الحوته معمره.
وكان هكا مرافقه بخضر صوتي. وهذا هو الكيك اللي شاركت به انا، راه كيجي اكثر من رائع، راه كيجي لذيذ ان شاء الله. غادي نشاركه معكم بالتفاصيل الممله ان شاء الله. كل مره غادي نعطيكم غوصيت اللي ديجا مجربه وناجحه، وغادي تجيكم لذيذه وتخدموا بها هكا وتفرحوا بها وليداتكم. كنت جاتني هذا الكيك راه جا لذيذ ما نعاودش لكم، وكيجي صحي، والاهم انه لذيذ وكيجي واحد اللوين رائع باللوز وهكا بالبودره تاع اللوز وبالتمر وبهكا بالسكر اشقر. راه كتجي رائعه. غادي نشاركها معكم في فيديو مفصل باش ما يجيكمش الفيديو طويل.